وهوبا. ايه ده اللي انت عامله ده؟ انا مش عامل حاجه، انت اللي عامله الاختراع اهو. ولا اختراع ولا حاجه. طب يلا بسرعه قولي لنا طريقتها. عندنا نص كوبايه زبده في درجه حراره الغرفه، هننزل عليها نص كوبايه سكر ابيض ونص كوبايه سكر بني، ونضربهم بالسباتشولا كويس لغايه ما يبقى قوامهم كريمي كده. بعدين نزود بيضه كبيره ومعلقه فانيليا، ونضرب هنا بقى بالويسكر لغايه ما يختلطوا في بعض كويس جدا. هننخل عليهم بقى المكونات الجافه، كوبايه وربع دقيق ومعلقه كبيره نشا ذره، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، ونص معلقه صغيره ملح. هنقلب بقى كل ده مع بعضه بالسباتشولا برضو لغايه ما يوصل للخليط للشكل ده بالظبط، خشن شويه كده. دلوقتي بقى اهم حاجه ايه؟ الشوكولاته بقى، الشوكليت شانكس. ايوه، هنكسر بقى شوكولاته كتير كده ونقلبها بقى مع الخليط ده كويس. ولو عايزين نزود هنا شويه مكسرات عين جمال مثلا نبقى نزود. هنقسم بقى الخليط كله كور مقاس واحد ونرصهم جنب بعض وهندخلهم على الفريزر. هنا مش مهم المساحات قوي لان احنا لسه هنوزعهم تاني قبل ما يدخلوا الفرن. دلوقتي هي جمدت بقى، طلعت من الفريزر جامده اهي. هنسيبها ربع ساعه بس في درجه حراره الغرفه، ونرصهم بقى على مسافات بعيده عن بعض وعلى الفرن على طول. ايوه، بنبعدهم عن بعض عشان نديها مساحه تفرش فيها. هتطلع بقى احلى كوكيز ممكن تاكلها في حياتك. اما نشوف. رشه خفيفه على الوش من ملح البحر هتعادل الحلاوه، بس لازم نسيبها تبرد كويس قبل ما ناكلها. يا سيدي، مزيكا.